السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. أتمنى اللي أول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة ويتفعل زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده كيكة البرتقال. كيكة سهلة وبسيطة. الناس اللي قالت لي وش الكيكة بيلزق ده بيبقى سكر زيادة، أنا هقولك على المقادير المظبوطة وهتطلع معاكي جميلة. هنا أول حاجة أنا معايا كوباية وربع سكر، كوباية إلا ربع زيت، كوباية عصير برتقال فيها بشر برتقال زي ما انتوا شايفين كده، وهنا نحط معلقة خل وثلاث بيضات وفانيليا سايلة او اكياس زي ما انت عايزة. هنا معلقتين نشا مساح، وهنا كوبايتين ونص دقيق ورشة ملح وكيس بيكنج باودر. هنا هننخل الدقيق بالبيكنج باودر برشة الملح بالمعلقتين النشا، ننخلهم مع بعض كده مرة اتنين تلاتة على قد ما تقدري انخلي. كل ما هتدخلي للدقيق هوا هننخل الدقيق زي ما انتوا شايفين جميلة معاكي اكتر من مرة واسفنجية وجميلة معاكي. هنا انا نخلتهم مرتين وركنتهم على جنب. هننزل بقى بالمواد السائلة كلها. نزلنا بالبيض ومعلقة الخل، معلقة كبيرة خل، معلقة صغيرة فانيليا كده سايلة، كوباية وربع سكر، كوباية عصير برتقان وفيها بشر البرتقان بتاعها، كوباية الا ربع زيت. دي المقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة. هنضرب المقادير كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. هنضربهم كلها كويس، المواد السائلة كلها مع بعض في الخلاط. وبعد ما نضربها بقى نفضيها في البولة. هنفضي في البولة الخليط السوائل مع بعض اللي ضربناه كله مع بعض، وبعد كده بقى ننزل عليهم بالمواد الجافة اللي هو الدقيق والبيكنج باودر والنشا هنقلب بقى في اتجاه واحد كده بمضرب سلك على طول، مضرب سلك عادي يدوي مش كهربا عادي. بتبقى سهلة وبسيطة وسريعة معانا. هنا انا يعني توهت الدقيق كله كده زي ما انتوا شايفين. هننزل بقى الخليط كله في صينية متبطنة بزبدة أو سمنة أو زيت، أي مادة دهنية تعجبك، وبطنيها بالدقيق وننزل فيها بقى الخليط العجين معانا. هنا ده المقدار بتاعي مظبوط جدا في الصينية الوسط، في المستطيل، الصواني المستطيل المقاس الوسط هو المقاس مظبوط جدا على المعيار دوت وحلو. هنا هنحطها في الرف الوسطاني على نار متوسطة زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تستوي معانا هنطلعها. اول ما تستوي معاكي يعني انا ولا بشوفها بخله ولا بحاجه، بصابع ايديا كده واتك على، لو صابع علمت لسه ما استوتش، لو صابع ما علمتش زي ما انتوا شايفين كده تبقى استوت معانا. هنا انا خرجت الكيكه بوريكم، بصوا اسفنجيه وهشه ازاي ولونها فاتح وحلو، عشان السكر اللي احنا حطيناه السكر فاتح وابيض وحلو معانا. لو السكر حطيتيه غامق بيغمق معاكي الكيكه. وهنا بوريكي برضو ان هي ما بتلزقش عشان السكر معيار بتاعه مظبوط. هنا انا خرجت الكيكه معايا اهي. طريقتها سهله وبسيطه، ودي كانت طريقتي في طريقه الكيكه البرتقال. اتمنى تعجبكم. اسيبكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.